ومن فقهه رحمه الله عز وجل كذلك أنه كان في سنة من السنوات اختلفت الرؤية في الحج عن ما هو موجود في التقاويم. وكانت الحجاج الذين يأتون من خارج هذه البلاد مرتبطين في تذاكرهم على التقويم، وبناء على اختلاف هذه الرؤية سوف يكونون ملزمين بالمغادرة في اليوم 11 في اليوم 11 بالنسبة للرؤية، رؤية الهلال. وهذا يعني تذاكر يعني مئات الآلاف من الناس أو قد تتجاوز المليون. وإذا قيل لهم تبقون سوف يكون ذلك يعني فيه إرباك لحركة الطيران وإرباك جدولة الناس لأمورهم، يعني إرباك شديد جدا سوف يكون للناس. وكان الشيخ يجتمع في العلماء في المسائل المستجدة في الحج. فسأل المشايخ هل من جديد؟ ما هو المستجد يعني الذي يحتاج أن يبحث؟ فقالوا الجديد هذه المسألة أن الرؤية اختلفت مع التقويم، وأن الناس مرتبطين بتذاكر. انظر إلى يعني تواضع الشيخ قبل أن يفتي. قال هل تكلم العلماء فيها؟ قالوا لا. قال ما في أحد من المشايخ له رأي؟ انظر على جلالة قدره وعلمه وسعة باعه، والموجودين كلهم تقريبا طلابه أو من طلابه، يسألهم فقالوا لا. يقول الراوي فأطرق رأسه وأخذ يسبح ويذكر الله جل وعلا، ثم رفع رأسه وقال يكون حكمهم حكم المحصر، يفدون ويسافرون، يعني سوف يسقط عنهم جمرة اليوم 12 والمبيت بمنى ليلة 12، سوف يسقط عنهم أيضا طواف الوداع، أو يقال يعجل لهم طواف الوداع ويكون قبل وقت. فلما أفتى هذه الفتوى كبر كل من كان موجود في الصالة من العلماء والمشايخ، وكان لأمة محمد عليه الصلاة والسلام مخرج في فتواه رحمه الله عز وجل لأمة الإسلام بهذه الفتوى. وهذا من الفقه، هذا من الفقه الذي هو فوق العلم، الذي هو فوق العلم. ما مشينا لكن عاد الشكوى إلى الله. السلام عليكم.